الشخص اللي لسه خارج من علاقة أو بيمر بآلام انفصال بيمر ب5 مراحل مهمين جدا. أول مرحلة أنا بسميها أنا إيه اللي جابني هنا. بعد ما كان يومه مليان بشخص بيشارك معاه كل تفاصيل يومه، حتى لو كان الشخص ده كان مؤذي بالنسبة له، حتى لو كان بيأذيه، بس على الأقل كان فيه شوية لحظات حلوة ممكن تعوض الأذى النفسي اللي هو كان بيتعرض له. فجأة الشخص ده ما بقاش موجود، فجأة بقى فيه فراغ كبير جدا في حياته. هو عمره ما كان يتخيل ان الفراغ ده ممكن يكون موجود، لانه عمره ما كان يتخيل انه يسيب الشخص ده. ففجأة كل ده بيحصل وبيلاقي نفسه في المكان ده، فيبتدي يسأل نفسه هو انا ايه اللي جابني في المكان ده؟ ايه اللي مخليني بحس الألم ده؟ ايه اللي مخليني مش عارف انسى الشخص ده او اخرجه من حياتي؟ والمرحلة دي تحديدا اسمها مرحلة السيلف اويرنس او مرحلة الوعي الذاتي. بنعرف من خلالها ايه اللي جابنا هنا فعلا. انا كنت بعمل ايه في العلاقة، وكنت بعمل ايه في ما قبل العلاقة، وكنت شايف نفسي ازاي خلاني موجود دلوقتي في المكان اللي انا فيه ده، اللي انا مش عارف اخرج منه. وفي مرحلة الوعي دي بنلاقي اجابات كتير جدا لاسئلة جوانا احنا اصلا ممكن نكون مش لاقيين لها اجابة لغاية دلوقتي، بس لما بنوعى ايه اللي بيحصل جوانا وايه سبب الالم والحزن الشديد ده، بنبتدي نشوف الاجابات اللي احنا اصلا ممكن نكون ما كناش شايفينها. تاني مرحلة اسمها مرحلة اتخاذ القرار. انا خلاص عرفت كل اللي بيدور جوايا ده سببه ايه، ولقيت اجابات على معظم الاسئله اللي كانت جوايا ما كنتش لاقي لها اجابه. ازاي بقى اخد القرار ان انا اخرج من اللي انا فيه ده؟ لان خروجنا من اي صدمه بتحصل لنا في حياتنا، اذا كانت فقد او انفصال او ايا كانت الصدمه ايه هي، لازم اول حاجه اخدها القرار ان انا اخرج من الصدمة دي. بس المشكلة الكبيرة جدا ان كلنا ممكن نكون بناخد قرارات ان احنا نخرج من الصدمات اللي احنا فيها، بس بناخد القرار ده بالليل، بس بنصحى الصبح مش قادرين نطبقه. الاستمرارية في اتخاذ القرار هي الفيصل في اني اتعافى وارجع انسان طبيعي زي الاول، يمكن كمان احسن من الاول. وهنا بندخل على المرحلة الثالثة. ايه الغلطات اللي بنعملها اثناء التعافي او بعد اتخاذ القرار ده بترجعنا تاني نقطة الصفر، وبتخلينا مش قادرين نلتزم بالقرار اللي احنا اخدناه اننا نخرج من الصدمة اللي احنا فيها او الام الفقد او الام الانفصال اللي احنا بنعيشه. رابع مرحلة هي مرحلة التقبل والتسليم واحترام المشاعر، ودي يمكن اهم مرحلة من مراحل التعافي من الام الانفصال، لاننا بنتعلم من خلالها ازاي نتحكم في مشاعرنا، وازاي نتعامل مع الافكار اللي بتولد المشاعر اللي بنحس بيها، ازاي نعرف نعيش المشاعر دي ونهضمها علشان تخرج من جوانا من غير ما تسيب اي اثر فينا. خامس مرحلة اسمها مرحلة استرداد القيمة الذاتية. الانسان لما بيخرج من العلاقة بيكون مهزوز او مشوه نفسيا بمعنى اصح، وده بيخلي صورته قدام نفسه مشوهه، وما عندهوش القدره على تقدير ذاته او معرفه قيمه نفسه، وده طبعا بيعمل مشاكل نفسيه كتير جدا على اللونج تيرم. كل ده بنعرف ازاي نتعامل معاه من خلال ورشه عمل التعافي من الام الانفصال. لو حابب تبدا معانا الرحله، سجل معانا من خلال لينك الواتساب اللي هتلاقيه موجود في اول كومنت. سلام.